سعيد. معنى كده ان كل تحرياتهم اثبتت انه صادق. على العموم انا ما اعتمدتش على تحرياتهم بشكل كامل. يعني ايه؟ يعني حسيت كده انهم مش فاهمين احنا عايزين ايه بالظبط. وما تنساش يا انطونيو ان الناس دي عايشين في عزلة والقلق مسيطر عليهم. وانت عملت ايه؟ قمت بعمل بعض التحريات بنفسي. فين؟ في الموسكي وماتاتيا وستامبيلوس. وعلى فكرة انا قابلت عدد كبير جدا من التجار اللي كان بيتعامل معاهم، وهو كله مكتوب عندك في التقرير. كان في احتمال ان المصريين يكشفوك. انت فاهم ان المصريين حاسين بالدنيا. قول لي انت راجع روما امتى؟ لما انت تقول لي يا حبيبي. هي دي الحصيلة اللي خرجنا بيها لشغل امتد من هنا للقاهرة لروما اكتر من 3 شهور. ودلوقتي منكم كل واحد فيكم يقول لي رأيه. يعقوب، أنا بصفتي مسؤول عن ديفيد شارل سامحون من ساعة ما وصل إسرائيل لحد دلوقتي، وبناء على المعلومات اللي وصلتنا سواء من المغرب أو القاهرة، وبناء على تصرفاته اللي أقدر أقول بكل فخر إنها كانت موضوعة تحت رقابة شديدة وحازمة في نفس الوقت، أقدر أقرر وأقول بضمير مستريح إن ديفيد شارل سامحون معلوش أي مأخذ. عذرة، الحقيقة أنا مندهش من ساعة ما عرفت إنه بلغ عن الكلام اللي أنا قلته له، ومندهش أكتر ودي حقيقة لازم أعترف بيها، إنه نقل الحوار اللي دار بيني وبينه بالحرف وبأمانة شديدة جدا. مفيش قدامي غير الاعتراف بالواقع ده. أما فيما يتعلق بالتحريات اللي اتعملت في مصر فأنا ما عنديش أدنى شك في كفاءة سارة، ولو إن إبراهيم كان دايما متعاطف معاه. وانت يا يوسف؟ في نقطة مهمة جدا لفتت نظري من أول يوم التقيت فيه بالشاب ده. احنا لازم نحط في اعتبارنا إن أي شاب في سنه وليه تجربته وظروفه كمان كان بالتأكيد لازم يرحب ويفرح ويبقى سعيد جدا بالعرض اللي عرضناه عليه من أول يوم وصوله. لكن الغريبة إنه اعتذر وبإصرار وباقتناع إنه بإمكانياته هيقدر يخدم الاقتصاد الإسرائيلي. دي نقطة. أما النقطة التانية فأنا بعتقد إن ليا خبرة بالبشر وبالنوع ده بالذات من القضايا. خبرتي دي بتؤكد إن أدون سامحون لحد اللحظة دي يكاد يكون مواطن مثالي حتى في أعماله التجارية. أنا بضم رأيي لرأي يوسف ويعقوب، وبالشكل ده نقدر نعتبر الموضوع منتهي على الأقل في الوقت الحاضر. وبكده رأفت قدر يثبت أقدامه في إسرائيل، وكان عليه أن يبدأ في تكوين ما يطلق عليه اسم فرونت أورجانيزيشن، يعني المؤسسة اللي هيمارس نشاطه من خلالها فيما بعد. أنا طبعا عارفة حضرتك تعبان قد إيه، ومدركة إن في وراك مهام أخرى تقوم بيها غير إنك تقعد تحكيلي. لكن إيه فراو هجان؟ حضرتك عارف طبعا إن أنا رحت إسرائيل كذا مرة معرفة. طبعا. وشفت بوضوح مكانته في المجتمع الإسرائيلي، وكل الذكريات بتؤكد كل كلمة أنت قلتها لي. لكن مثلا الاجتماع الأخير ده حصل في جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد. طبعا بالتأكيد. وبالتأكيد ده كان سر من أسرار الجهاز. طبعا. طب إزاي حضرتك عرفت وإزاي رأفت عرف قبليك؟ بعد اللي حصل ده بسنوات أصبحت لرأفت صداقات مهمة جدا مع مسؤولين كبار في الحكومة الإسرائيلية، وده ما يمنعش إن واحد منهم في أحد الحفلات الخاصة قال له ولو على سبيل المزاح إنه في البداية كان موضع شك. كده أنا استريحت. ميعادنا بكرة الصبح. يا ترى هلحق الدكتور في تشيكوسلوفاكيا؟ أرجو هذا. استر في ايه مايكا؟ ماجي تورز مش سامع. شركة سياحية جديدة. مالها؟ مطلوب سكرتيرة لمكتب سفريات وسياحة في 23 شارع يوشع بن نون، خبرة 5 سنوات على الأقل، تجيد الكتابة على التايب رايتر والشورت هاند، تتقن لغتين غير العبرية،
العمل يوم كامل والمرتب مناسب وليست هناك شروط للسن. لتسجيل الأسماء وتقديم الطلبات. ما ينفعش. مالك أستر؟ ما ينفعش مونيكا. هو إيه اللي ما ينفعش؟ الشغلانة دي. بس أنت محتاجة شغل أستر. هاتيلي شغل وأنا أشتغل. أمال ده إيه؟ ده زي ما يكون معمول علشانك. أنت قريتي الإعلان كويس مونيكا؟ ماله الإعلان؟ لأنك لو قريتيه كويس كنت عرفت إنه منشور في الجريدة لمجرد النشر، وإن الوظيفة محجوزة لواحدة معينة. أنت جبتي الكلام ده منين؟ لأنك نسيتي لغة الإعلانات، ولأنك من يوم ما اشتغلتي مضيفة في شركة العال وأنت ما بقيتيش عارفة الناس دي بتفكر إزاي ولا بتعمل إيه. إيه اللي جرالك أستر؟ كتر ما دورت على شغل، كتر ما قريت إعلانات ورحت وعملت انترفيو ورجعت من غير نتيجة. طب ليه يعملوا كده؟ هم لو عينوا البنت اللي هم عاوزينها حد يقول لهم حاجة؟ لا، المكتب فيه مجموعة شركاء وفي واحد منهم عايز يعين واحدة معينة من غير الباقيين ما ياخدوا بالهم. أستر، أنت ليه مش عاوز تشتغلي؟ فين الإعلان ده؟ الإعلان أهو. في جملة في الإعلان بتقول إن مفيش شروط خاصة بالسن، والجملة دي ملهاش غير معنى واحد بس، إن في واحدة يمكن تكون كبيرة شوية في السن عايزين يدوها الوظيفة. هات الجورنال ده. مش قبل ما تقولي مين ماجي. جورنال اليوم. انت ما قلتليش انك هتسمي الشركه ماجي تو. ليه ما سالتنيش؟ كان لازم تقول لي. هات الجورنال اليوم من فضلك، عاوز اشوف الاعلان اللي كاتبه له ظروف، كاتب قايل فيه ايه؟ مين ماجي اللي انت كتبت الشركه باسمها؟ ديفيد. ديفيد انت ليه مش بترد على اسئلتي؟ لاني ما بحبش اتسال، ما بحبش اتحاكم من اي حد في الدنيا، لان انا جيت اسرائيل دي عشان ما حدش يسالني، ما حدش يقول لي كنت فين، عملت ايه، قلت ايه، لان في كل دوله رحتها وكل بوليس قبض عليا ما كانش في غير اسئله اسئله اسئله، ما فيش غير اسئله، وكان لازم اجاوب على كل سؤال مهما كان سخيف زي اسئلتك دي. ديفيد، بس انت عارف قد ايه انا بحبك. بلاش ليليان فريدمان. ده مش حب. طب خد الجورنال وما تزعلش. من فضلك ليليان، ممكن تقولي لي الجمله دي معناها ايه؟ انت عارفه العبر بتاعي لسه شويه. وريني. العمل يوم كامل، المرتب مناسب، ليست هناك شروط للسن، لتسجيل الاسماء. بس خلاص كفايه كده قوي. مالها الجمله دي؟ هي الجمله دي معناها ايه؟ معناها ان مفيش شروط خاصه بالسن. جميل، واذا ما كانش في شروط خاصه بالسن يبقى الجمله دي اتحطت اصلا ليه؟ مش فاهمه. يعني اذا كان في شروط خاصه بالسن يبقى كان لازم يتكتب مطلوب من سن كذا لسن كذا، مظبوط؟ مظبوط. واذا ما كانش في شروط خاصه بالسن خلاص يبقى ما كانش في داعي انها تتكتب اصلا. يبقى الجمله دي اتحطت اصلا ليه؟ تفتكر قول يقصد من وراها حاجه؟ بالتأكيد، ويمكن ما يقصدوش. انت معايا ان الجملة دي ملهاش لزوم. ايوه، لكن يمكن كمان. ليه صاحب الشركة يدفع سطر زيادة للجورنال اذا كان السطر نفسه ملوش لزوم؟ حتى لو كانت الحكايه كده، قدمي طلب واحضري الانترفيو. هو انا عارفة النتيجة. مش يمكن يحصل حاجه؟ معجزة. ليه لا؟ في عصر زي اللي احنا عايشين فيه ولا في بلد زي دي؟ انت فاكرة ان انا مبسوطة لاني من غير شغل؟ مش هي دي المشكله. قولي انك زهقتي مني مونيكا. مش ممكن تفكيرك ده، مش ممكن أستر. امال ايه المشكله؟ الو. بوكر توف استر. بوكر توف الياهو. ها وراك ايه الليله؟ بتسال ليه؟ لاني معزوم على العشاء عند ناس ناس محترمين. وعاوزني اجي معاك؟ بس شوفي فستان شيك البسيه. لا الياهو، انا مش هاجي معاك. في ايه؟ ولا حاجه ولا حاجه، خلينا في الكلام اللي كنا بنقوله.
تقدري تقولي لي ايه المشكله اللي فيا ومحيراكي؟ المشكله انك طول ما انت ما عندكيش شغل بتبقي عصبيه ومتعبه. مش ليا يا استر، مش متعبه ليا. امال لمين؟ لإلياهو استر. انت علاقتك بإلياهو جادوسكي بقت وحشه جدا. انت بتعامليه باسلوب غريب، بطريقه انا بقول لك انك زهقتي مني. استر معقوله تفكري بالشكل ده؟ لانك عارفه ان علاقتي بإلياهو جادوسكي سواء بشتغل او مش بشتغل زي الزفت، ولانك عارفه اني اتخطبت له لان ابويا وامي وابوه وامه عاوزين الجوازه دي باي شكل وباي ثمن، ولانك عارفه ان البولنديين زيهم زي اي جنسيه تانية في البلد دي عاوزين يحافظوا على وحده الدم، ولانك متاكده زي ما انا متاكده بالظبط ان إلياهو جادوسكي مش بيحبني وهو كمان متاكد اني مش بحبه، ولانك انت متخيله عشان انا مش بحكي لك هو بيقول ايه او بيعمل ايه اني جافه معاه وبعامله بطريقه وحشه. انت عارفه هو كمان بيكلمني ازاي مونيكا؟ عارفه هو قال لي ايه؟ استر إلياهو بيحبك. إلياهو ما يعرفش يحب الا نفسه. إلياهو كويس ومناسب. تشتريه؟ شاب وسيم لطيف. هو ده المهم. مهندس في سلاح الطيران وملحق في رئاسة أركان جيش الدفاع. أنا معاكي. هو ينفع يبقى بروش كويس قوي أعلقه على صدري في عشاء يوم السبت أو عشاء زي اللي كان عايز ياخدني معاه فيه؟ ده إذا كان عندي فستان كويس. استر أي بنت تتمنى إن إلياهو يكون خطيبها. مظبوط، كل اللي بتقوليه مظبوط. أي بنت تتمنى إنها تتجوزه، أي بنت في إسرائيل إلا أنا. وأنتي أحسن من غيرك في إيه؟ شفتي؟ قولي إنك زهقتي مني. أنا زهقت من اللي أنت فيه. أنت عارفة عني كل حاجة. أنا قلقانة عليكي. قولي إنك قلقانة على أجرة البيت. أنت بتدفعي نصيبك. عاوزاني أسيب البيت؟ أنا عاوزاك تشتغل عشان إحساسك ده، ولأنك مش مصدقة ومش عاوزة تصدقي إني بحبك ومش متضايقة منك، ولأنك طول ما أنت من غير شغل بتبقي مجنونة مش طبيعية. طب أنت عاوزة إيه دلوقتي؟ عاوزاكي ترجعي استر برينسكي اللي أنا أعرفها. عاوزاك كمان تقدمي في الوظيفة دي وفي أي وظيفة تانية لحد ما تلاقي شغل وتستريحي. استر حبيبتي، مين عارف مش يمكن تصادف وتاخديها. اوه، انت مش هتبطلي الاسئله دي بقى؟ ما انت لازم هتقول لي مين ماجي اللي انت سميت الشركه باسمها. انت في حد مسلطك عليا؟ ايوه في. مين؟ قلبي. ديفيد، لازم تعرف اني بحبك قوي، لكن انت ما تعرفش انت ايه بالنسبه لي، عشان كده انا بغير عليك غصب عني. انا عارفه ان الغيره دي شيء. كل واحد فينا في نقطه ضعف. الانسان القوي هو اللي يتغلب على نقطه ضعفه دي، وانت عيبك الوحيد الجنس لطيف. الجنس لطيف، عارف. بالنسبه لك مش هيبقى جنس لطيف، هيبقى وحش مخيف. يعني انا لو قلت لك دلوقتي هتبطلي تساليني تاني؟ ما اقدرش اوعدك. طب انت عايزه تعرفي ايه بالظبط؟ كنت فين امبارح بالليل؟ عند رودي ليشع. ليه؟ انت نسيتي اني لسه باخد دروس في العبري؟ دروس العبري ولا شنيت مرات رودي؟ يعني طب مين ماجي اللي انت سميت الشركه باسمها؟ اختي. شفت بقى؟ انت مش قلت لي ان اختك مصيرها مجهول بالنسبه لك، وان اسمها كانشان، وان المصريين كانوا بيقولوا لها هند؟ انا اسمي ايه دلوقتي؟ ديفيد شارلي سامحون. ماجي اللي انا سميت الشركه باسمها يا ماجي سامحون، بنت الراجل اللي اداني اسم ابنه واداني الفلوس اللي فتحت بيها مكتب السياحه ده. ديفيد، انا اسفه. انا قلت لك من الاول انا حياتي صعبه ومركبه. بس انا مش عايزه منك حاجه. انا بقى عاوز. قول يا حبيبي. انا عاوز اعيش حياتي في هدوء وسلام. عاوز ابني حياتي اللي راحت علشان اجي هنا. ديفيد. لا ليليان، انا متاسف حقيقي ليليان. ديفيد مش هينفع.
صدقيني مش هينفع ليليانا. بالشكل ده مش هيبقى فيه مكسب يوسف. هو المكتب اشتغل لسه علشان تتكلم عن المكسب؟ هو قال قدامك انه ما يعرفش حاجه. ديفيد سامحون قال انه ما بيحبش الاداره. ايوه بس ده بيعرف كل حاجه، بيناقش التفاصيل، بيناقش الحسابات بالاجوره. اجوره. هو اخلي بالعقد اللي بينك وبينه؟ انت ويايا ولا وياه؟ قصدك ايه اقول له؟ قصدي انك واخد اتعابك ونسبتك مني كامله، وانا نفذت لك كل اللي انت عاوزه. اما اذا كنت فاهم انك شاركت ديفيد سامحون علشان يديلك فلوس وتتصرف فيها زي ما انت عايز تبقى غلطان. قول له. ايوه بس انا كمان ما اديتوش فلوسي عشان يبعزقها. هنرجع لحكايه ليليان فريدمان تاني. بلاش دي. انت شفت المكتب؟ شفت متكلف قد ايه؟ ده عامله ولا شركه عالميه. حط في جيبه حاجه. انا ما قلتش كده، بس المصاريف ما تبقاش بالشكل ده. قول له. انت تكره انك تبقى صاحب شركه محترمه؟ لا بس طب اليونيفورم اللي هو عامله لنينو لازمته ايه؟ اليونيفورم. هو اشترى اليونيفورم ده لمين؟ مش لنينو ابن اخوك؟ ايوه هو ابن اخويا بس ده مجرد ساعي. وليفي ابن اختك؟ مش احسن ما نجيب واحد غريب يمسك الحسابات ويلعب بينا؟ وراشيل بنت خالتك ميري؟ انا قصدي عايز اقول لك هو يعرف انهم قرايبك؟ انا قلت له. اعترض؟ لا بس العقد اللي انت كاتبه واللي انت قريته ووافقت عليه وعليه توقيعك. ايوه صحيح، العقد ده بيقول ان الامور الاداريه من اختصاصي انا. وهو اتدخل في الامور دي؟ لا بس بيناقش لان ده من حقه. انا مش هقدر استمر كده، انا عايز امسك العقد. انت عاوز تسرقه يقول له. ايه الاهانه دي بقى؟ بلاش دي. انت عاوز تعمل بيزنس من وراه. السوق كده. تاخد نصيحتي؟ اسلم له دقني. لا امشي مع ديفيد سامحون، هتكسب اكتر من اللي ممكن تسرقه منه. ده لو قدرت تسرقه اصلا. انا ما اسمحلكش. انا عندي معلومات بتقول ان ماجي تورز اتفقت على فوق من 20 لحد دلوقتي هيجي في اول ديسمبر من فرنسا. وفي شركة ايطالية بعتت لماجي تورز برضو عن طريق مكتبي بتعرض الاتفاق على فوق سياحي من 50 لمدة اسبوع اثناء اعياد الميلاد بتاعت المسيحيين. امتى الحكاية دي؟ ما هي دي الامور الفنية اللي من اختصاصه. لسه برضه عاوز تفسخ العقد يا أورلو. بكرة توف أدون سامحونك. بكرة توف. بكرة توف روبير. أدون سامحون انت فين؟ فضلك ليه؟ أدون سامحون؟ ايه الاخبار دي؟ بدور على حد اعمل معاه بيزنس. اختلفت مع اورلو؟ بختلف مع اورلو ليه؟ امال عايز تعمل بيزنس في ايه؟ نمرة 1 شركات الملاحة. ونمرة 2 شركات الطيران. بالنسبة لشركات الملاحة ما تحملش هم. شركات الطيران؟ انا اعرف ناس مهمين جدا في شركات الطيران. صحابك؟ وبيلعبوا كويس. يحبوا يكسبوا كتير؟ سيب الموضوع ده عليا. وشركات الملاحة انت عايز ايه بالظبط؟ انا عاوز نسبة خصم على الافواج بتاعت المركب. بسيط. وكل ما كان الخصم كبير كل ما خسرت اكتر. تعرف انا معجب بيك جدا. الاعجاب لوحده مش كفاية. طلباتك؟ ما حدش يعرف غير اللي هلعبه، ان انا صاحب العرض.
إليه اوت ادون حصول عليه. بكرتوف مينو؟ بكرتوف ادون ظروف. ادون سمحون وصل؟ لسه ما وصلش. ولا موظفين؟ الموظفين موجودين من الساعة 8. تحب نادي على حد منهم؟ لا مش مهم. لما يجي ادون سمحون قول له يجي لي على مكتبي. يجيني على مكتبي. ها؟ بكرتوف مدمزيل. بكرتوف ما جيتوش؟ جاي عشان الانترفيو. ايوه. ممكن اسم من فضلك؟ استر بولانسكي. اتفضلي. بكرتوف مينو؟ بكرتوف ادون سمحون. ادون ظروف وصل؟ وصل وعاوزك تدخل. انت عارف طبعا مكان الوالد بتاعي. طبعا ادون سمحون. في حد سأل عليا؟ سيجانالوف بيخور شتريد وادون روبير حصروم. ادون ظروف عايز ندخل له. ها؟ هو قال كده. شكرا مينو. لا ما اعتقدش ان ادون سمحون شريك العزيز هيوافق على الاسعار دي اطلاقا. بكرتوف بره. اكيد هيرفض تتقابله. مشغول اول يومين دول. هو عندنا شغل كتير، افواج جايه من باريس وافواج جايه من روما، وفي فوق هيسافر الاسبوع الجاي على قبرص. اوكي شالوم. انت بتشتغل من ورايا ولا ايه يا ديفيد؟ انت كنت بتكلم مين؟ ده حين جويل عنده اتوبيسات عايز يدينا خصم 22%. جاهزين؟ انا شخصيا جاهز. انينو البنات جاهزين؟ اللي وصل لحد دلوقتي 8. واللي تقدمه كام؟ 15. هي الساعة كام دلوقتي؟ الساعة 10 و7 دقايق. اللي تيجي بعد كده اعتذر لها ودخل دلوقتي اول واحدة. ليه قلت له اللي تيجي بعد كده اعتذر لها؟ لان الميعاد الساعة 10 واللي تتأخر عن ميعاد الانترفيو 7 دقايق معنى كده انها ممكن تتأخر عن ميعاد الشغل 7 ساعات. ادخل. بكرتوف. بكرتوف اتفضلي. الاسم من فضلك؟ الو راب سيري ذاك من عمتي تليفون. كملوا انتوا شغلكم لحد ما ارجع. الو بنعم بتاعي انت فين؟ سيرينا ازيك؟ لو كنت عاوز تعرف كنت سألت. انا كنت مشغول قوي اليومين اللي فاتوا. قول لي ايزاك، انت متأكد ان نمرة تليفون صاحبك اللي انت اديتها لي مظبوطة؟ صاحب مين؟ ديفيد سمحون؟ طبعا مظبوطة. تليفونه مش بيرد خالص لانه بيخرج من البيت بدري. انا سمعت كمان انه خد مكتب جديد في شارع يوشع بن نون، مشغول فيه قوي. عندك تليفونه؟ مش عندي انما ممكن اجيب. اوكي لو شفته قول له انه معزوم عندي يوم السبت. وانا سيرينا معزوم ولا لا؟ اكيد هتيجي معاه عشان يعرف البيت. شالوم. متأسف اذا كان. استنى، انا عاوزة ارقص معاك. انت بتيجي هنا كتير؟ كل يوم سبت. بس انا ما كنتش بشوفك. بس انا كنت بشوفك. اسمك ايه؟ اسمعيني غني. انا سيرينا اهروني. ممكن 5 دقايق سيرينا؟
جدعون مفيش باب تخبط عليه؟ احنا لازم نعمل حاجه للي بيحصل في البلد دي سرينا. ايه اللي بيحصل؟ انت ما عندكيش فكره ان بن جوريون رجع تاني؟ رجع فين؟ وزاره الدفاع. ثعلب ده عاوز يولعها نار. شالوا بنحاس لافون. لافون كان لازم يتشال بعد العمله المهببه اللي عملها في مصر. الولاد اللي بعتهم عشان يفجروا مكاتب الاستعلامات الامريكيه ذنبهم ايه؟ لافون ما كانش عاجبنا، اهم جابوا بن جوريون عشان يعمل ما هو افضل. جدعون احنا لازم نعمل حاجه قبل المجنون ده ما يتصرف تصرف احمق. أبي مين قال لك انه ما بدأش يتصرف فعلا؟ اسألي شوفي ايه اللي بيجرى في الجيش. بن جوريون مش هيجيبها البر، مش هيجيبها البر. والعمل ايه سرينا؟ الناس دي بتلعب بالنار. مش كده وبس، دول بيلعبوا بمصير 2.5 مليون بني ادم. جدعون احنا لازم نعمل اجتماع. انا شخصيا موافق، بس هنقول فيه ايه؟ نقول الحقيقة، نقول انهم مش قادرين يفهموا ان مصر دلوقتي حاجة ومصر اللي عشنا فيها حاجة تانية. انا متأكد ان عبد الناصر مش هيسكت. جدعون اي حد عنده مخ بيفكر بيه لازم يعرف ان عبد الناصر ده حاجة من اتنين، اما انه شاب عارف هو بالظبط بيعمل ايه، او شاب متهور، وفي الحالتين الاحتكاك بيه خطر. والكلام ده انتي بتقوليهولي انا؟ عندك فكرة هما بيحضروا لايه بالظبط؟ لا، انما انا متأكد ان كل اللي بيجرى وراه بن جوريون. قلتي لي عندك خبرة 15 سنة في أعمال السكرتارية ها؟ 14 سنة وشهرين بالظبط. وبتكتبي على التايبرايتر تاتش وبتجيدي الشورت هاند والثلاث لغات غير العبرية. هي ايه؟ انجليزي وفرنساوي والماني. واخر شركة كنت بتشتغلي فيها شركة اوفرسيز للسياحة، شركة عظيمة. سبتيها ليه؟ دي شهادة من الشركة اللي كنت بشتغل فيها ان انا استقلت بناء على رغبتي لظروف عائلية. ظروف عائلية؟ ممكن نعرف ايه هي الظروف العائلية؟ الماما كانت تعبانة قوي وكان لازم حد يقعد وياها. والماما ازيها دلوقتي؟ خفت خالص خلاص. خالص. عظيم. طيب انتظري منا رد يا مدموزيل. الاسم؟ سيبال يوسف. سيبال يوسف. انتظري منا رد قريب. قريب قوي ها؟ قوي. ايوه. ايه رايك ها؟ لا ممتازة. مش كده؟ احسن واحدة فيهم. لا ممتازة فعلا. احسن واحدة فيهم. لا حقيقي ممتازة، بس يا ريت نشوف الباقي برضه. ادوا الظروف. لحد ورا؟ واحدة بس. لا تيجي. اتفضلي يا مدموزيل. الاسم؟ بولانسكي، استر بولانسكي. بولندية ها؟ المفروض اني اسرائيلية. عندك خبرة في أعمال السكرتارية 5 سنين، آخر شركة كنت بتشتغلي فيها رامون أحيطون، سبتيها ليه؟ لأن المدير ما كانش عاوز سكرتيرة بس. متجوزة؟ مخطوبة. وخطيبك؟ اسمه إلياهو جادوسكي، سجان ألوف في سلاح الطيران وملحق برئاسة أركان جيش الدفاع. مرحبا. وهتتجوزها امتى؟ لسه ما حددناش. بتعرفي تكتبي تايبرايتر؟ تاتش، واعرف شورت هاند كويس قوي. غير العبرية اعرف انجليزي وفرنساوي والماني وبولندي وايطالي وعربي خفيف. دي صور من الشهادات اللي اخدتها من الشركات اللي كنت بشتغل فيها قبل كده، معها صورة لشهادة من معهد السكرتارية في ايطاليا. كملت كل كورساته بالمراسلة. طيب انتظري منا رد قريب. ايه رايك دي؟ اسمع رايك انت الاول. انت
مش قلت ان شريكه كان ساكت؟ ايوه ماما كان ساكت، ولا اتكلم ولا كلمه ولا اتدخل في اي حاجه، وكان سايب لاورلو كل حاجه زي ما قال بالظبط. امال ايه اللي مضايقك؟ عاوزه تعرفي ايه اللي مضايقني ماما؟ اللي مضايقني ان الفرق بيني وبين اي بنت كانت في الانترفيو ما يقلش عن 10 سنين. 10 سنين خبره؟ مش بس ماما، سيو سمحون كان ساكت صحيح، بس كان عمال يبص لي انا واورلو زي ما يكون عارف كل حاجه. حاجه زي ايه؟ زي اللي بيني وبين اورلو. ودي فيها ايه؟ انت نسيتي ايه اللي قاله اورلو ماما؟ اورلو كلامه كتير. انت اللي مش بتحبيه. انا خايفه عليكي. خايفه عليا يا ماما ولا خايفه على نفسك؟ انت كل ما حد يجيلي تكرهيه، وكل ما حد يقرب مني تبعديني عنه. ماما هقول لك حاجه المره دي، انا مش هنبعد عن اورلو ومش هنخليكي تبعديني عنه مهما عملتي. ها يبقى مفيش وظيفه. وبالشكل ده تبقى سيبال يوسف احسن واحده فيهم. ايه يا ديفيد مش سامعني؟ سامعك اورلو سامعك. طب ايه رايك؟ في ايه؟ في ايه ده؟ ايه في اللي انا قلته؟ انا عارف انك كنت هتقول كده. قصدك ايه يعني؟ انا كلامي واضح. افهم من كده ان انت مش موافقني في وجهه نظري. بالعكس. امال ايه معنى كلامك ده؟ هي اسمها ايه؟ هي مين؟ الست الانسه اللي كانت هنا. اسمها اهو سيبال يوسف. انا موافقك 100% ان سيبال يوسف دي هي احسن واحده اتقدمت لنا. انما ايه؟ شوف اورلو، يجب ان احنا نفصل ما بين العمل وبين حياتنا الشخصيه. مش فاهم. لا انا كلامي واضح. انت كده بتتهمني بان لا مش اتهام، ده تقرير واقع. حتى لو الكلام ده مظبوط، الواقع اللي انت موافق عليه بيقول ان بس تعرف ان ذوقك حلو، ولو اني شايف بقى ان ذوقها هي احلى. يعني حتى لو كلامك ده صحيح. بلاش تكابر اورلو. شوف ديفيد، اي عيل عنده 15 سنه كان لازم يعرف وهي قاعده بتتكلم معاك انها مش بتحبك بس، دي بتحبك بدرجه عاليه جدا. لنفرض ديفيد، بس الواقع بيقول ان المكتب في اول الامر محتاج سكرتيره مدربه وكفء وعندها شخصيه تقدر تمشي المكتب. وبعدين دي هتفهمنا احنا الاثنين. بس في الحاله دي بقى سيبال يوسف هتفهمك انت بس. لا ما دي بقى مش طريقه شغل. ايه بس؟ مالك اورلو؟ ما هو مش معقول كل حاجه عايز تعرفها كل حاجه عايز تشوفها. الشغل والموظفين. انت قلت مالكش دعوه بالاداره. طب انت بقى ليه ما اتجوزتهاش لغايه دلوقتي؟ انا بقى من رايي انك تتجوزها على طول. ما ينفعش. اوفر لك. قلت لك ما ينفعش. مش احسن يعني ما تديها مرتب كل اول شهر، كل يوم والتاني تعزمها على العشاء، يوم ما تختلفوا لازم تجيب لها هديه، مصاريف من غير فايده. اورلو هفهمك. ما هو يا ريت بس صعب جدا. ايه اللي صعب جدا؟ مفيش حاجه في الدنيا صعب جدا، كل حاجه وليها حل. ازاي والماما عايشه ويايا والماما بتاعتها عايشه وياها؟ ايه الماما بتاعي عايشه وياها والماما عايشه وياها؟ ايه يعني؟ مش ممكن نعيش سوا. دي تبقى زي حرب التحرير. نقسم البلد نصين. ازاي؟ انت وسيبال تعيشوا في بيت، والماما بتاعتك والماما بتاعتها في بيت. عموما اختار بقى انت البنت اللي تعجبك. لا